متبقاوش تنشروا الحوايج في السطح. شوفوا شنو وقع لي. بغيت نعاود لكم واحد القصه وقعت لي ملي كنت في سنه جديده، ممكن توقع لاي وحده فيكم، فردوا البال. مشيت ضيفه عند ناسي، بطبيعه الحال خاصني نصبن حوايجي بما انني غنجلس واحد المده تما. ما بغيتش نشرهم في البالكون حيت كاينين الناس في الدار وكاينين الويسي هما فيهم حوايج داخليه، فقلت نطلعهم للسطح. المفاجاه الكبيره ملي رجعت نجمعهم لقيت جميع الحوايج باقيين في بلاصتهم ما تحركوش باستثناء التقاشر والحوايج الداخليه مشاو. الغريب هو ان المقابض باقي لاصقين في بلاصتهم في السلك كما كانوا. زولوا الحوايج وخلاو المقابض لاصقين في السلك. السطح عنده الساروت، يعني غير سكان العماره اللي كيقدروا يطلعوا له، وزيد عليها ما كاين لا ريح لا والو. واللي زاد خوفني اكثر هو ان هاد الشخص هذا او هادي دا الحوايج الداخليه فقط، ما دا حتى شي حاجه غاليه، ما داش شي لبسه الخروج ولا شي حوايج ديال الدار، ولا دا فقط الحوايج الداخليه. انا ما بقاوش فيا الحوايج في حد ذاتهم. الا كانت شي وحده ما عندهاش، او شي وحده محتاجه، او شي وحده طمعات فيهم بغات تلبسهم لراسها، ما عنديش مشكل. المشكل هو انني حسيت بالخوف، جاتني واحد الفوبيا. علاش بالضبط تاخذ فقط الحوايج الداخليه؟ شنو بالكم البنات؟ شنو رايكم؟ علاش ممكن شي واحد يهتم فقط بهذا النوع د الحوايج؟ علاش ما داش الحوايج الاخرين الكبارين؟ علاش دا غير هادوك فقط؟ ردوا البال، متبقاوش تنشروا حوايجكم في السطح.